عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى نعمل الفطار مع بعض النهاردة ونوريكم يومنا هيبقى عامل ازاي. يلا نطبخ بقى، نشوف هنطبخ ايه النهاردة. نعمل أكلة النهاردة حلوة كده، عشان انتوا عارفين ان احنا طبعا طول رمضان لازم نعمل الأبابير بتاعتنا، فتنفع تتاكل بالرز وتنفع تتاكل بالعيش، بالاتنين يعني. فيلا نشوف بقى احنا هنعمل مع بعض ايه النهاردة. حطينا الطاسة اهيت أو صينية، حطينا فيها حبة زيت، ومضربين طماطم في الخلاط، 3 4 طماطميات كده، ونحطهم عليهم وشوية ملح كده اهوت، ونسيبها بقى تتسبك مع بعضها شوية. اهيت وصلنا اهيت. نحط بقى الفراخ ونسبكيها شوية مش قوي، تبقى الفراخ كده اهوت اهيت، عشان برضه يعني ايه الطماطم بتتسبك شوية كده، تبقى ايه مع بعضها كده كده اهوت. بتحط عليها بقى شوية، وتضيفي عليها بقى شوية ورق لورا على قرفة وشوية فلفل اسود، ترش عليها شوية فلفل اسود، شوية كمون كده اهوت، وطي عليها وسيبيها بقى مع نفسها كده شوية. تتسبك بقى شوية كده. يلا بقى نقطع البطاطس مع بعض اهوت. نقطع البطاطس وما تخليهاش لا تخينة ولا رفيعة، بحيث انها تستوي معاكي وتبقى ايه كلها زي بعضها، مفيش واحدة مستوية وواحدة مش مستوية. اللي وصل معايا لحد دلوقتي في الفيديو يا جماعة ما ينساش الاعجاب والاشتراك في القناة، عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه، ونفضل مع بعض والقناة تفضل موجودة معاكم وبيكم. وانا بشكر اي حد بيدخل يتفرج على الفيديوهات بتاعتي وبيعمل اعجاب وتعليق، بشكركم جدا جدا جدا، وجودكم ده على دماغي. متنسوش يا جماعة تشتركوا وتعملوا اعجاب عشان القناة تكبر بيكم. والتعليقات اللي عايز يسأل على اي حاجة يتفضل، انا تحت امركم كلكم. واللي يعني مش عاجبه حاجة برضه بيقول، انا برضه التعليقات والنقط بالنسبة لي عادي خالص، ان انا اغير عادي، تقولوا برضو عادي. اما تعليقاتكم اي حاجة عايزين تقولوها عادي، وانا هرد عليكم برضو. او اي حد عايز يسأل حاجة يتفضل، انا تحت امركم كلكم، وجودكم ده على دماغي من فوق، ومشرفني انكم تدخلوا تتفرجوا على الفيديوهات، ده حاجة تشرفني جدا جدا جدا. بس ما تنسوش بالله عليكم الاعجاب والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. كده انا قطعت اهوت بطاطسيتين وسط وبصلايه هستنى بقى الفراخ. وادي الصينية هي طلعت معانا من الفرن اهي بعد ما حمرناها اهو. لو عجبكم بقى الفيديو وعجبكم فطارنا النهارده، متنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد.